اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم متابعين؟ رمضان كريم عاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. وصفتنا اليوم طريقة عمل العوامات أو لقمة القاضي بطريقة سهلة والطعم يجنن وأطيب من الجاهز. نبدي على بركة الله بالمكونات وطريقة العمل، وتابعوا الفيديو من مطبخ علي الربيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي حسوي وياكم القطر أو الشيرة، كوب ونص شكر، ربع ملعقة صغيرة ليمون دوزي أو عصير الليمون، نص ملعقة صغيرة هيل مطحون، كوب مي. أحركه وأخليه على النار من 4 إلى 5 دقائق. لازم تكون الشيرة شوية ثخينة. كوبين طحين، والأفضل أنه ننخل الطحين قبل الاستعمال. ملعقة كبيرة شكر، ملعقة كبيرة خميرة، ملعقة كبيرة فانيلا، ملعقة كوب بيكنج باودر، نص ملعقة صغيرة ملح، ملعقتين كبار نشا المحلبي. وأحرك المكونات. وأضيف عليه ملعقة كبيرة زيت، كوب ونص مي دافي، وأخلطه جيدا إلى أن تصبح العجينة ناعمة وبدون تكتلات. أعزائي، إذا أول مرة تشوفون قناتي اشتركوا بيها وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد أنزله. وهذا شكل العجينة ناعمة وبدون تكتلات. الكوب نفسه قست فيه جميع المكونات، ممكن تستخدمون أي كوب موجود عندكم. أغطيها وأتركها ساعة بمكان دافي حتى تختمر ويضاعف حجمها. وهذا شكل العجينة بعد ما اختمرت. ألم العجينة حتى ما يبقى بيها فقاعات. قبل ما أبدي أقلي العوامات أدهن الخاشوقة وإيدي بالزيت، وأضيف زيت غزير، وأشكلها بيدي بهذا الشكل وبدون قالب. أضيف العوامات بالزيت، بس يسخن الزيت أنص النار وأخليها على نار هادئة حتى تستوي من الداخل والخارج. وأكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. إن شاء الله أخلي المكونات بصندوق الوصف. أحرك العوامات بين فترة والثانية إلى أن تستوي. من يصير لونها ذهبي بهذا الشكل أطلعها من الزيت. مباشرة أخليها بالشيرة، ولازم تكون الشيرة باردة والعوامات حارة حتى تبقى مقرمشة. وهذا شكلها النهائي. جربوها وادعولي، وإن شاء الله تنال إعجابكم. وألف عافية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أنزله. ومع ألف سلامة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.